بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بألف خير وصحة وعافية وأحوال طيبة بإذن الله، وعواشركم مبروكة بكل متمنيات إن شاء الله. فيديو ديال اليوم ولا وصفة اليوم كما تتشوفوا هما بريوش بكريمة ديال الجبن بمكونات بسيطة، بدون دلك وبدون مجهود وبدون تمارة، تيجيو خفافين بزاف معلكين من الوسط، بريوش رطب وكريمة غزالة بزاف بزاف. وغادي نشارك معكم واحد المكون خلاهم يجيو رطب من الداخل مفشفشين تيذوبوا في الفم. في الحقيقة الله بريوش غزالية يستحق التجربة. ما تنساونيش اخواتي من التعليق ديالكم الزوينه واللايك لا فيديو فضلا وليس امرا. ودابا غادي ندوزو على بركه الله المقادير وطريقه التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. غادي نحتاجو في المقادير، اول حاجه غادي نحتاجو المكون السحري وهو اللبن. غادي نحتاج نصف لتر ديال اللبن انا دفيته البنات. اي نوعيه ديال اللبن تتفضلي، انا كان عندي هذا وكان عندي قريب لهذا، اضطريت انني نستعمل هذه النوعيه. تقدروا تستعملوا اي نوعيه تتبغيو ولا تتفضلوا. غادي نحتاج كذلك البنات ملعقه كبيره من الحليب بودره. هذا الحليب حتى هو البنات عطى واحد المذاق مميز كذلك لهذا البريوش. 4 ملاعق كبار من السكر حبيبات، ملعقه كبيره من الخميره الخاصه بالخبز. غادي نستعملوا الزبده، يستحسن تكون نوعيه جيده، واحد معلقه كبيره ونصف عامره ديال الزبده. غادي نحتاج بيضه بالاضافه الى بياض بيضه، ما غاديش نرميه، غادي نستعملو حتى هو كذلك لانني غادي نحتاج الصفار. غادي نحتاج واحد 2 ملاعق كبار من الفانيلا بالاضافه الى الدقيق. عندي نصف كيلو ديال الدقيق الابيض النوعيه جيده الخاص بالحلويات، مع واحد الخميره الخاصه بالحلويات بوزن 8 ديال الغرام. اول حاجه البنات تناخذ واحد لو بول ولا واحد الانيه، تنفرغ فيها داك الدقيق. بطبيعه الحال الدقيق راه مغربل، تنشكل واحد الحفره في الوسط ديال هاد الدقيق، وتنوضع داك المعلقه كبيره ديال الخميره، ما تكونش عامره لان الجو دابا البنات راه سخون. تنضيف عليهم اللبن. مجرد ان داك الخميره الحبيبات تذوب لي في هاد اللبن، ومن بعد ما دابت لي داك الخميره تماما غادي نضيف داك 4 ملاعق كبار من السكر، مع ملعقه كبيره من الحليب بودره، مع داك البيضه بالاضافه الى بياض البيض. وغادي نضيف الفانيلا، واحد الملعقه صغيره حتى ل2 ملاعق ديال الفانيلا. الا ما كانش عندكم استعملوا السكر المنكه بالفاني. غادي نخدم هاد المقادير حتى يتجانسوا مع بعضياتهم، وغادي نبدا نضيف اللبن شويه بشويه. الخليط البنات خصو يكون خليط رطب حتى يلتصق في اليد، لان ضروري خصو يكون خفيف باش يجيونا البريوش ديالنا يجيو رطب ويجيو مفشفشين من الداخل. بالنسبه للكميه ديال اللبن انا ما دخلتش نصف لتر كامل البنات، تقريبا شاط واحد ربع كاس ديال اللبن. بطبيعه الحال على حسب النوعيه ديال الدقيق، كاين النوعيه تتشرب السوائل وكاين لا. انتم غادي نوريكم القوام ديال الخليط كي خصو يكون. وهانتوما يا البنات تنخدم فقط بالفوي، ما غاديش نستعمل نهائيا يدي. من بعد ما خدمت هاد المقادير غادي نضيف داك الكميه ديال الزبده، داك ملعقه كبيره ونصف ديال الزبده نوعيه جيده، غادي ندخلها في هاد الخليط بالتدرج. خصها تكون الزبده بحراره المطبخ باش دغيا البنات تجانس لي مع الخليط اللي عندي. وهانتوما البنات شحال ديال اللبن شاط لي، تقريبا واحد ربع كاس ديال اللبن اللي شاط. تقدروا تدخلوا داك النصف لتر كامل البنات، غير على حساب النوعيه ديال الدقيق كي داير عندكم. هانتوما القوام ديال الخليط كي داير خليط رطب يلتصق في اليد. غادي نضيف كذلك في الاخير كمرحله اخيره، هي انني غادي نضيف داك الخميره الخاصه بالحلويات، غادي نضيفها لهذا الخليط وندخلها بالتدرج. وغادي ناخذ واحد الانيه اخرى، غادي نوضع فيها القليل من الزيت، وغادي نحول هاد العجين ديالي لهاد لو بول، وغادي نغطيه بواحد البلاستيك غذائي ونخليه حتى يختمر. ضروري من المرحله ديال الاختمار باش يجينا البريوش ديالنا ناجح 100%.
ودابا غادي نحضروا الكريمه ديالنا اللي كريمه مميزه رائعه، مذاق ديالها البنات غزال غزال تيجي. غادي نحتاجوا فيها صفار بيضه، غادي نحتاجوا فيها ملعقه كبيره من النشا، ملعقه كبيره ونصف من السكر حبيبات، واحد 200 غرام ديال الجبن، اي نوعيه ديال الجبن تتفضلي ولا عندك متوفره في المنزل ديالك. غادي نحتاج الزبيب او العنب المجفف من بعد ما نفزكاه في الماء ومسقطر تماما من الماء. غادي ناخذ واحد لو بول، غادي نوضع فيه هذاك الكميه ديال الجبن اللي عندي. غادي نضيف كذلك عليها الفانيلا، ضروره البنات الفانيلا تعطي مذاق كذلك مميز لهاد الكريمه. غادي نضيف عليها كذلك داك صفار بيضه مع ملعقه كبيره من النشا مع ملعقه كبيره ونصف من السكر حبيبات. مزيج بين الحلاوه والملوحه عطى مذاق مميز لهاد الكريمه البنات. غادي نضيف كذلك تقريبا داك اللبن البنات اللي شاطلي رانا ضفتو لهاد المقادير باش ترطاب لي الكريمه. غادي ناخذ تقريبا البنات واحد القليل من هاد الكريمه غادي نحتفظ بها للتزيين، واللي بقى لي غادي نضيف له داك الكميه ديال الزبيب وغادي نخلط هاد المقادير جيدا ونغطيهم بلاستيك غذائي حتى تختمر لي العجينه ديالنا. وها نتوما يا البنات شوفوا العجينه ديالي كرجعت دغيا اختمرت وضاعف الحجم ديالها. دابا تبارك الله راه الحال سخون، راه دغيا دغيا تتختمر. دابا غادي نحاول انني نديكازيها او نحيد داك الهواء الناتج على الاختمار، وغادي ناخذ الدقيق باستعانه بطبيعه الحال بالدقيق لان العجينه ديالي خفيفه كما شفتوا. غادي نشكل كويرات يكون بحجم تساوي باستعانه بالزيت والدقيق، واخا البنات خفيفه عطيوها شويه ديال الخاطر باش تنجح معكم البريوش. وغادي ناخذ القوالب اللي بزاف ديال التساؤلات تيجيوني واش ضروري خصنا نستعملوا القوالب في هاد البريوش. تقدروا تستغناو عليهم تماما البنات، تقدروا تستعملوهم في قالب كبير ديال لو كاك اللي عندكم، استعملوه ديروا الطبقه الاولى طلقوها ديال العجين وضعوا لهاد الكريمه ديالكم وغطيو كذلك بالعجين من الفوق ودخليها دخلوها عفوا للفرن حتى هي تجي رائعه. انا تناخذ هاد القوالب هادو من بعد ما تندهنهم جيدا بالزبده ونغبرهم بالدقيق باش يجيوني حجم، تيجيو متولين في المنظر وتيجيو كذلك منظر ديالهم راقي. تقدروا البنات هاد القوالب راه الثمن ديالهم مناسب في الاسواق، كل مره شريو منين تخرجوا، كل مره شريو 10 شريو، كل مره شريو وخبعوا حتى تجمعوا مجموعه ديال الاشكال والانواع. ما تيجيونا داك الساعه تيجيونا ساهلين، في حين ان منين نشريوهم دفعه واحده راه تيجيو شويه قاصحين. دابا غادي ناخذ العجين ديالي وغادي نعمرو في الوسط ديالو بهاد الكريمه، وغادي نحاول انني نجمع هاد العجين بهاد الطريقه باستعانه بطبيعه الحال. نتوما شفتوا سنوضع يدي في الزيت وغادي نوضعهم في القوالب ونضغط عليهم باش ياخذوا الشكل ديال القالب. وفي هذه الاثناء البنات راه الفرن شاعل، راه مباشره من تنساليهم تندخلهم الفرن، ما تتخليهمش المره الثانيه يختمروا. غادي ندهنهم بصفار ديال البيض مع قليل من الفاني مع قهوه سريعه الذوبان، وغادي نوضع كذلك عليهم داك الكريمه ديال الجبن اللي حطفنا، غادي نوضعها في واحد البوش عفوا او جيب حلواني، وغادي نشكل خطوط بهذه الطريقه هذه وندخلهم الفرن. الفرن البنات خصو يكون ساخن على اعلى درجه حراره، ضروري البريوش خصو الفرن ديالنا يكون ساخن. غادي ندخلهم تقريبا واحد المده ديال 20 دقيقه. وها البريوش ديالنا انا مش شاعله عليه من الاسفل ومن الاعلى، المروحه تنستعملها البنات حتى لاخر مرحله، ملي تنشوفهم بداو يطيبوا في الجوانب وبداو يتحمروا لينا عاد تنشعل المروحه باش ياخذوا واحد التحميره موحده ديال هاد البريوش. وها هو من بعد ما خرجتهم روعه روعه تيجيو. ودابا غادي نحيدهم بكل سهوله من القوالب. شوفوا كتيجي واحد الخفه يا البنات يا سلام. بالنسبه للتزيين غادي ندهنهم، تقدروا دهنوهم بالعسل او الناباج او المربى اللي عندكم متوفر. انا دهنتهم بالعسل وزينتهم باللوز ولا كاوكاو ولا كذلك الفويتينغ تقدروا تزينوا بهم، فعلا رائعين يستحقون تجربه. تنتمنى تجربوهم ويعجبوكم ويعجبوا كذلك وليداتكم، وتقدروا تقدموهم في المائده ديالكم ديال عيد الاضحى. الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامة والعافية، وإلى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.